As you enjoyed the video, press like, share it, and subscribe to the channel to catch every new release. رمضان في حارة عم جميل حلقة 14. ما تنسوش الإعجاب بيفرق معانا كتير. للفن عنوان. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ملك؟ انت اتجننتي؟ لا يا كريم، انا ما اتجننتش، انا عقلت. معقولة يا كريم تخني؟ ومع مين؟ مع اقرب الناس ليا، مع صاحبتي. طب نقيلك واحدة من الشارع شبهك. انا عارفة ان انا طول حياتي كده اختياراتي زبالة. جوزي مع صاحبتي. طب يا ملك افهمي الموضوع. طب والله العظيم ما تحلفش يا كريم، قالوا للحرام احلف. انا شفت كل حاجة بعينيا، والبنت ملهاش اي مصلحة انها تيجي وتحكي لي. كريم، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يا ملك اسمعيني من فضلك، ما تخربيش كل حاجة في ثانية. مية قصدها تفرق ما بيننا، اقسم لك بالله. ما تقسمش، ما تحلفش يا كذاب، ما تحلفش. انا خلاص ما بقتش مصدقاك، مش عايزاك يا اخي. لو راجل سيبني، انا خلاص مش قاعده لك في البيت ده دقيقه واحده. ست نرمين، كل سنة وانت طيبة يا اختي. فين ايامك يا بنتي يا سنية؟ عاملة ايه يا بنت؟ اللي معاكي ده هي لسه الست الغنية دي وجوزها بيشتروا حاجات؟ ايه يا اختي الحاجات دي كلها؟ عاملة ايه واخبارك؟ طمنيني. ست غنية ايه وجوزها ايه يا ست نرمين؟ ده اتخانقوا خناقة كبيرة قوي وشكلهم هيتطلقوا. الشر بره وبعيد، يكفينا شر العين. شفتي بقى؟ عشان تصدقوا كلامي ان العين فلقت الحجر. هم اي نعم اغنياء ومش حاسين بالناس الغلابه، بس والنبي ما يستاهلوا كده. ايه يا بنت اللي حاصل؟ انطقي. والله ما اعرف حاجة يا ست نرمين، ده انا فجأة كده تلاقيت الست ملك بتلم هدومها وراحت عند ابوها، وانا كده فجأة اتقطع عيش. كنت باخد فلوس حلوة قوي. اتحسدتي يا موكوسه. ما تزعليش يا اختي، اكيد هيرجعوا يا اختي سمنه على عسل. شويه مشاكل يعني عبيطه كده وبتتصلح. الا بقول لك ايه يا بنت يا سنيه، تاني يا بنت حد باصص علينا ولا رامي ودنه معانا ولا حاجه؟ الامر ما يسلمش، اديكي بتحكي بلاوي. عايزاكي تبقي تيجي تساعديني عشان نودي صاجات الكحك عند الفرن عشان نسويه. ايه ده؟ وانت عامله كحك السنه دي يا ست نرمين؟ شوف بقول طور بتقول احلبوه. يا بنت وطي صوتك يا بنت. السياحه اللي انت عاملاها فينا دي، هو في حد بيعمل كده دلوقتي؟ ده يا دوب يا اختي كحكايتين 3، قولي 5 كده. فيا اختي بقى اطلعي معايا يا اختي وما تخافيش، كله بعرقه. ماشي؟ هستناكي. يلا سلام. مع السلامه. خدي بالك من الطريق. قال ايه 5 كحكات؟ معقول يا ملك؟ معقول اللي حصل ده؟ انا ولا قادر اصدق ولا قادر اتخيل. ازاي ده؟ انتوا كنتوا زي السمنه على العسل يا بنتي. ايه اللي حصل؟ شفت يا بابا، شفت يا بابا كريم اللي انت حطيت ايدك في ايده خني يا بابا، خني. انا ما كنتش متوقعه منه كده. انا كنت متوقعه ان هو يخلص لي زي ما انا مخلصه له. كريم خني يا بابا. بص يا ملك، بس ما تزعلش مني. لو هو غلطان قيراط يا بنتي، انت غلطان 24 قيراط. وانا غلطت في ايه يا بابا؟ هو انا اللي كنت خنته؟ اهدي بس يا ملك، اهدي يا حبيبتي واسمعيني. الراجل مهما كان عمره ومهما كان بيحب مراته،
بيجي عليه وقت وبيكون فيه نزوة في حياته، يبقى المقابل ان احنا نخرب بيتنا بايدينا. يا بابا، ومستحيل اعيش معاه دقيقة واحدة بعد كده. اكبر غلط اللي انت عاوزة تعمليه ده يا ملك، تخربي بيتك مع الراجل اللي اخترتيه وحبتيه عشان خاطر نزوة في حياته مع واحدة ما تستاهلش، سواء كانت بقى صاحبتك مش صاحبتك، بس هي اللي جملت له الدنيا من الأول وعوضت نقص انت أكيد كنت عاملاه يا ملك. يا بابا، أنا طول عمري بحب كريم، وطول عمرنا محدش سمع لنا أي مشكلة، ولا عمرنا حصل بينا أي مشكلة كبيرة. يبقى في الآخر إيه؟ كان عايز يخوني؟ ومع مين؟ مع صاحبتي؟ ما تعذبيش نفسك يا حبيبتي، وما تعمليش في نفسك كده. لازم تدافع عن حقك بأي طريقة وعلى حساب أي حد في الدنيا. بصي يا حبيبتي، أنا هكلمهولك وتقعدوا وتتفاهموا مع بعض. لا يا بابا، لا أرجوك اوعى تكلمه، بلاش تقلل مني أكتر من كده. ده ما كلفش أخاطره حتى يسأل عليا، ده حتى مفكرش يجي يصالحني. أنا يا بابا، أنا مش قادرة. طب اهدي يا ملك، اهدي وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي كله هيبقى خير. اهدي بس انتي يا حبيبتي. أنا هدخل أنام يا بابا، لأن خلاص مش قادرة، صداع زاد عليا قوي، خلاص مبقتش قادرة. تصبح على خير. وانت من أهله يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألو؟ أيوة يا كريم، أنا مش عاوز أسمع أي حاجة. المفروض اللي كانت تسمع هي مراتك. أنا عارف إن هي ما ادتكش فرصة. اسمع يا كريم اللي هقولك عليه ونفذه بالحرف الواحد. رمضان في حارة عم جميل، اشترك في التمثيل نخبة من نجوم السوشيال ميديا، هنتعرف عليهم في آخر حلقة. رمضان في حارة عم جميل، فكرة وسيناريو وحوار رانيا حمدي. ما تنسوش الإعجاب بيفرق معانا كتير، وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وعلشان كمان تشجعونا علشان نقدم لكم أفضل حاجة من للفن عنوان. قناة للفن عنوان، المتميز والجديد.